السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر يعني زكاة في رمضان، لازم نخرجها في رمضان قبل صلاة العيد. نمرة واحد، يعني لازم تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. أما إذا خرجت بعد صلاة العيد فهي صدقة، وكده يبقى عليك الزكاة، يبقى في ذنب حصل. هل كل الناس تزكي؟ كل الناس تزكي، حتى الفقراء عليهم زكاة. الزكاة حددها دار الإفتاء السنة دي 35 جنيه عن كل فرد. طبعا ممكن تزود أكتر زي ما أنت عايز، ولكن ما تقلش عن 35 جنيه عن كل فرد. آه يجب على كل مكلف أن يخرج عن نفسه. أنت بتزكي عن نفسك وعن من يعوله ويلي أمره، لكل واحد صاع من أغلب قوت البلد. يبقى هنا بنخرج الزكاة عن كل اللي بنعولهم. يعني لو في واحد قاعد معاه أمه ومعاه أبوه بيزكي عنهم. لو في مثلا ليه أخت قاصر عايشة معاه في البيت بيزكي عنها. بيزكي عن ابنه الصغير أو بنته اللي لسه مولود، بيطلع عنهم الزكاة. يبقى احنا بنحسب عن كل فرد 35 جنيه، ونطلع قيمة الزكاة كلها. طيب هنطلعها لمين؟ أولا لازم تطلع، وده رأي الجمهور، إن هي تطلع لأهل البلد. يعني في بعض الفقهاء حرم نقل الزكاة من بلد لبلد. ليه؟ لأنك قالك إن أهل البلد هم أولى. يعني أنت من القاهرة طلعها من القاهرة، أنت عايش في الشرقية ولا في طنطا طلعها في طنطا. آه، مالك وأحمد قال لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد آخر تبعد عنها مسافة 89 كيلو، اللي هي صلاة القصر. يعني هي لو انت هتنقلها من بلد لبلد، والبلد دي تمشي في توصل لها ب89 كيلو، فهنا يحرم ان احنا ننقل الزكاة المسافة دي كلها. اختلفوا فيها العلماء، ولكن من الافضل ان انت تطلع الزكاة في البلد اللي انت عايش فيها، وده الافضل. طبعا لو في فقراء في العيلة يبقى دول اولى. يعني انت كده هتاخد اجرين، اجر الزكاة واجر صلة الرحم. لو في طالب علم برضو في الجيران او في العائلة، او وانت عارف ان هو محتاج، اديله برضو زكاة الفطر. يبقى احنا هنجمع الزكاة كلها، المبلغ عن كل فرد في الأسرة، عن كل من يعول. كل من يعول في الأسرة هنطلعه، نجمعه كله ونطلعه إن شاء الله. وربنا يتقبل الصيام والقيام، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.